احنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن الطاس. النهارده هنتكلم في فيديو سريع جدا عن حركه معينه متكرره بتحصل كتير جدا، زي ما تقول غلطه شائعه يعني، وناس كتير ما بتاخدش بالها منها. يعني احنا لما بنيجي نلعب سيرف، الكوتشز دايما بتتخيل بايدك اليمين وبتضرب ازاي وبتعمل ايه، بياخدوا وما بياخدوش بالهم الشمال بتعمل ايه. هتلاقي غلطه صغيره كده عامله كده، ايه بقى دي؟ هتلاقي ايده الشمال بتلعب زي زمان كده، الناس كانت بتلعب بيلي، بتقوم راميه الكوره كده مش بتكمل بيها لغايه فوق. حكايه انه ما بيكملش فيها لغايه فوق دي بتخلي الطاس بيسافر، بيروح حتت كتير جدا، وبتخليك تزقه زقه جامده جدا، وبيروح بعيد قدام ورا وبيلف. المشكله الثانيه انها ما بتساعدكش ان انت تعمل حاجه بيسموها شولدر اوفر شولدر. يعني انت لما بتيجي ترمي حاجه بعيد هتلاقي نفسك غصبا عنك محتاج تعمل كده، بتوطي الكتف اليمين وتعلي الشمال. فانت لما بترمي الرميه اللي هي كده بتبقى كتافك الاثنين موازيين للارض كده. انت المفروض محتاج ان هم واحد اليمين ينزل تحت والشمال يطلع فوق، ولما تضرب يتقلبوا، بيسموها شولدر اوفر شولدر. فالموضوع كله بيبتدي من التوس ده، غير ان التوس طبعا مش بيدي لك الوقت بتاع بيسموها البوز او الهيزيتيشن الصغير اللي بيحصل عشان تعرف تعمل فيه البري ستريتشنج او الشده اللي انت هتعملها قبل ما تضرب يعني. فدايما خلي بالك من اللعيبه بتوعك ان هم لما يجي يرمي التوس ايده لازم توصل انها تبقى عمودي كده على الارض، ما تقفش في الحته دي وترزع وترمي الكره من هنا. احنا بنطلع بالراحه زي ما قلنا، وعند مستوى العين بفك صوابعي واكمل بايدي، وهي الكره هتاخد الاندفاع البسيط اللي من ايدي ده لغايه فوق. مش انا اللي برميها، احنا اتفقنا ان توس غير ثرو. توس يعني برمي بس بلطف بالراحه، بسيبها بس. شكرا.